السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا جايبه لكم النهارده اكله ملهاش حل، واكله اقتصاديه، وعايزه اقول لكم ان انا عاملاها بربع كيلو لحمه وحته ليا. خليكي بس معايا، شوفي الخطوات معايا واحكمي انتي في الاخر. بصي يا ست الكل، انا جايبه كرنبيته، وجايبه ربع كيلو كوسه، على جزرتين كبار حلوين كده، على قرن فلفل كوبي، على قرنين فلفل حاميين، على بصلتين، على كوبايه صغيره حمص طبخ، على كيس صلصه انا مفرزاه ومطلعاه من الفريزر. بس طبعا يا حبايبي، قبل ما نبتدوا هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بص بقى يا قلبي، الأكلة دي اقتصادية 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 وفيها كل الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا قلبي، أنا جبت هنا الكرنبيت، قطعت ورداته صغير زي ما انت شايفاها، وغسلتها وخليتها زي الفل. وجبت البصلتين قطعتهم، وجبت كوباية الحمص نقعتها ساعة قبل ما استخدمها، وصفيتها من ميتها بعد ما غسلتها وخليتها زي الفل زي ما انت شايف. وقطعت هنا بقى الخضار، الكوسة والجزر والفلفل الحامي زي ما انت شايف. وجبت حتة اللحمة مع حتة اللية. وتعالي بقى يا ست الكل نشوفوا هنعمل ايه. اصبري بس عليا، اصبري بس يا قلبي عليا واحكمي في الاخر. جبت بقى يا قلبي حبة الزيت زي ما انت شايفة. انا هنا موفره لك زيت وموفره لك سمنة على فكرة. وهنزل فيها بحتة اللية اللي انا مقطعاها حتت صغيرة، وهديها تشويحة على النار عشان انا عايزة السمنة بتاعة اللية دي تنزل، ونبقى وفرنا سمنة. ما خلي بالك، السمنة بتاعة اللية دي مش مضرة خالص، هي اخف من السمنة التانية المهدرجة، ما فيهاش اي مشكلة على الصحة. وجبت هنا حلة برضو، وهحط فيها حبة زيت، وهنزل فيها بنص البصلة اللي انا مقطعاه زي ما انت شايفة كده يا حبيبتي. خليكي معايا خليكي معايا، مش هتخسري ابدا. بس يا قلبي، هفضل اقلب في اللية اللي على النار لغاية ما تنزل سمنتها شوية. وايدي بردك في الحلة اللي فيها البصلة. هنزل هنا بنص البصلة التانية. ده هنا بقى عشان اعمل ايه؟ اعمل العصاج. اصحي معايا. ايوه يا قلبي، هنا البصلة اللي هنعمله بيها بقى العصاج، وهنا بردك ايدي في البصلة التانية. والنبي انت شاطرة وشطورة يا بنت يا ماجي. هجيب حتة اللحمة اللي هي ربع كيلو، اللي هي عملت لي هتعرفوا بقى في الاخر عملت لي خليكي بس معايا خطوة خطوة. ادي حتة اللحمة المفرومة اهي، حطيتها مع البصلة. تعالي بقى يا بنت يا ماجي، حط لها التوابل اللي تدلع حتة اللحمة دي. هتحط لها هتجيب لها بقى زي ما انت شايفة كده، نص واحدة جوز الطيب كده، وتبشريها كده. مش لازم كلها، يعني جزء منها زي ما انت شايفة كده. انا بشرت حبة مش كتير، ان جوز الطيب هنا برضك بتديها طعم حلو. وتجيبي حبة فلفل اسود كده حلوين محترمين كده. ما انا بقولك اهو، التتبيلة هنا عليها عامل كبير، وطبعا نفسك طبعا. وهنزل برضك بحبة بهار اللحمة واحطهم عليه. الملح هنا مش هحطه دلوقتي غير لما اللحمة تستوي في الاخر. وسايباها على النار، وايدي برضك في الحلة اللي فيها البصلة.
ما تشيليش هم حاجة خالص، كل حاجة يا حبيبتي تتعمل، وكل حاجة لازم نجري دنيتنا ونجري الحياة الصعبة اللي احنا بقينا فيها دلوقتي. اللي هي دي كانت بتتعمل ايام امي وامك. بصي يا قلبي اهو، حطاهم على النار وزي الفل زي ما انت شايفة كده. هي خلاص كده اللحمة المفرومة تعتبر كده ايه، دخلت في السوا، كفاية عليها كده. بس هحط لها بقى حبة الملح اللي انا ما حطيتهوش غير لما استوت اللحمة. هنزل في الحلة التانية بمعلقة الصلصة. تساعدي اكلك بردك، الطماطم لو غالية تساعدي اكلك بردك بمعلقة صلصة، ما يمنعش يعني جنب الصلصة اللي انتي مفرزاها، عشان الطماطم بتبقى غالية. اديتها تشويحة بردك كده مع البصلة. وهنا البصلة ما تحمرهاش، انا نص تحميرة كده، نص تسوية كده، يا دوبك تصفر. والعصاك كده تمام وزي الفل كده بقى، كفاية عليه قوي. اطفي بقى عليه. اجي بقى يا ست الكل للصلصة. خلاص بردك هي اخدت لها تشويحة كده مع البصلة على النار. اجيب بقى كيس الصلصة اللي انا مفرزاه وانزل بيه. معايا يا قلبي، معايا يا قلبي، خليكي مع ربنا. خلاص الصلصة كده اتسبكت وبقت زي الفل. هجيب بقى اللحمة المفرومة اللي انا عصقتها وهنزل بيها. ربنا يطرح فيها البركة يا رب. اه زي ما انت شايفة اهي، مالية الحلة. ما شاء الله ما شاء الله. نزلت بيها على الصلصة. هاجي بقى يا ست الكل اجيب بقى ايه، وردات الكرنبيت الجميل ده، وهنزل. لا قليته ولا حمرته ولا اخد مني زيت ولا اي حاجة، زي ما هو. وهديله تقلبتين برضو. الله 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 الله. هي اللقمة اللي عايزة تتعامل، عايزة تتدلع، دلعوا الأكل. وهنزل بالخضار اللي أنا مقطعاه، الجزر والكوسة والفلفل الحامي والفلفل الكوبي. ويا جمال الألوان، يا جمال الألوان في الحلة. ايه الجمال ده يا بت يا ماجي. الأكلة دي فيها قيمة غذائية عالية جدا يا جماعة، وموفرة في نفس الوقت. والحمص لوحده فيه فايدة عالية، حمص وكرنبيت وجزر وكوسة وطماطم ولحمة. بصوا، وجبة كاملة متكاملة. الله 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 الله. ايه الجمال ده يا بت يا ماجي. بص الالوان، بص الالوان مع بعضيها، الاخضر والالوان الجميله مع الاورنج مع الابيض. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا بت يا ماجي. هكون محضره كاتل ميه مغليه بقى، ما تحطيش عليها ميه ساقعه، حطي عليها ميه مغليه. ايوه قلبيها بقى في قلب بعضيها كده. بصوا الجمال، ايه الجمال ده. هشوفها محتاجه ملح ولا لا. انا هنا لقيتها محتاجه ملح، هحط لها حبه ملح، وادلعها بحبه فلفل اسمر بردك، ده ما يمنعش يعني. يا جماله يا جماله، كده جميله وزي الفل. هسيبها بقى على النار تغلي لها غلوتين. اهي يا ست الكل، بصوا الجمال، جميله جميله جميله.
الله 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 الله. هجيب البورمة بقى يا ست الكل كده، هغرف فيها الخضار الجميل اللي احنا عملناه ده. بصوا الجمال. اديني فضيتها في البرام، هغطيها واحطها بقى في ارضية البوتاجاز على درجة 180 ل200 لغاية ما تستوي يا قلبي. بعد كده احطها تحت الشواية لمدة ربع ساعة لغاية ما تلاقي الوش احمر. واهي يا حبيبتي بعد ما طلعتها من الفرن زي ما انت شايفة بنار الفرن كده، بصوا الجمال والحلاوة. احيا على طعمها يا جماعة، كمان مش قادرة اقول لكم تحفة 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 تحفة، وفيها قيمة غذائية عالية جدا كمان. عملت جنبها حبة رز بالشعرية وادي الطبق، وجبت حبة ليمون مملح، ويا جمال على العظمة والحلاوة والطعم، ودفتنا وقعدت معانا يومين كمان. يا رب تعجبكم وتكون بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.